السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهاردة يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال دايما يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وتحطوا لايك للفيديو ده وتشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض روتين سهل وبسيط، وكمان هنعرف الطيور بتاعتنا عارفة رهيبة جدا في زيادة الوزن. هتوصل معانا الطيور بتاعتنا لأوزان عملاقة في خلال وقت قصير جدا، وكمان بتوفر معانا من العلف. هنخرج الطيور بتاعتنا في الشمس علشان الشمس مفيدة جدا للطيور بتاعتنا وبتديلهم كالسيوم وكمان بتقتل الفيروسات. فالفيديو ده مهم جدا فنتابعه للنهاية، وكمان نحط لايك علشان الفيديو ينتشر يوصل لناس كتيرة جدا ويستفادوا من الفيديو ده بإذن الله. العلفة اللي هنعملها للطيور بتاعتنا النهاردة رهيبة جدا في زيادة الوزن، فيها كميات عالية جدا من الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم، وكمان بتعالج أمراض متعددة وبتحمي البط وبتخلي صحته 10/10. بتزود انتاج البيض للفراخ البلدي. العلفة اللي احنا هنعملها دي فيها فوائد رهيبة جدا لجميع الطيور، هتزود وزن البط وهتوصله لأوزان رهيبة في خلال 4 شهور. بس البط بتاعنا هيوصل ل7 كيلو ونص في خلال 4 شهور. الفراخ بتاعتنا هتبيض من اول 4 شهور. الفراخ بتاعتك هتبدأ تبشر معاك، ولو فراخ قطع بقالها فترة ما بتبيضش او لسه بتربي عنقود البيض، فالخلطة دي برضو او العلفة اللي احنا هنعملها النهاردة دي مفيدة جدا ليهم، للبط الصغير للبط الكبير للفراخ الساسو للفراخ البلدي لجميع الطيور اللي عندك. العلفة اللي احنا هنعملها النهاردة دي فيها فوائد رهيبة جدا، فيها كميات عالية جدا من الفيتامينات والكالسيوم والبروتينات، وكمان يا حبايب قلبي فيها أملاح معدنية وألياف وكميات غذائية عالية جدا. بتوفر معانا من العلف، وكمان بتوفر مجهودنا وبنوفر فلوسنا، وبسم الله ما شاء الله هنوفر وقت، لان بسم الله ما شاء الله الطيور بتاعتنا هتوصل لاوزان رهيبة جدا، وكمان هتبدأ تبشر قبل ميعادها يعني بفترة. ولو فراخ عندك قطعة فهتبدأ تبيض، وبسم الله ما شاء الله العلفة دي بتزود من وزن البط. بسم الله ما شاء الله هتوصله الاوزان رهيبة جدا. انا عندي بط عمره 25 يوم وبط عمره 55 يوم، بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. فراخ الساسو بتاعتي عمرها 40 يوم. اما الفراخ البلدي ودي عندي بقالها فترة تقريبا 6 شهور او 7 شهور، يعني الفراخ بتاعتي كبيرة بتبيض من فترة طويلة جدا. بسم الله ما شاء الله كل يوم بتبيض، وكمان حجم البيضة كبير جدا، في بيض بيطلع بصفارين، لان بسم الله ما شاء الله انا مهتمية الوجبات اللي انا بقدمها للفراخ بتاعتي. بقدم لهم وجبات متكامله فيها عناصر كتيره جدا. طب ايه هي يا ام السيف العلفه الجباره دي اللي فيها فوائد كتيره جدا للطيور بتاعتنا ولجميع انواع الطيور، وبتحمي جسمهم من اي ما يدخلوا اي مرض او اي فيروس، وكمان بتوفر معانا من العلف؟ تعالوا وانا اقول لكم ايه هي مكونات العلفه دي، وكمان ممكن نشتريها جاهزه من عند اي محل بتاع عليقه او بيبيع اعلاف للبط بتاعنا. العلفة دي بتتكون من 5 مكونات، بس انا بحب اضيف مكون عليهم. المكون ده برضو رهيب جدا في زيادة الوزن. اول حاجة كزب، تاني حاجة دشيش، تالت حاجة ذرة اصفر، رابع حاجة ردة، خامس حاجة عليقة. الستة واللي انا بحب اضيفها على طول اللي هي العيش المجفف. بتوفر معانا برضو بتكتر الكمية ورهيبة جدا في زيادة الوزن. العيش المجفف ليه فوائد برضو رهيبة جدا. ممكن نشتري ال5 مكونات دول بيبقوا جاهزين في اي محل عليه، او لو ما همش جاهزين ممكن تشتروا المكونات دول وتعملوهم. بس المحل العلف اللي جنبي فهو بيعمل العلفة دي فانا بشتريها منه. العلفة دي عن تجربة بسم الله ما شاء الله رهيبة جدا في زيادة الوزن. هقول لكم المكونات تاني. دي اسمها علفة البط. نروح لأي محل علف ونقول له عايزين علفة البط، لو موجودة عنده هنجيبها، ولو مش موجودة عنده هنجيب احنا المكونات وهنعملها. المكونات كزب، عليه دشيش، عليه ذرة اصفر، عليه ردة، عليه عليقة، والمكون الاضافي اللي انا بحبه ده طبعا موجود في كل بيت، العيش المجفف. بسم الله ما شاء الله بتوفر معانا فلوس كتيرة، وبتوفر معانا مجهود كبير، وبتوفر معانا وقت، لان بسم الله ما شاء الله البط بتاعنا هيطلع قبل ميعاده. الفراخ بتاعتنا هتطلع برضو قبل ميعادها، وهتوصل لاوزان رهيبة في خلال وقت قصير جدا. الفراخ البلد بتاعتنا هتبشر قبل الميعاد بتاعها.
هتبدأ تبيض من عمر 4 شهور بس. لو عندك فراخ بلدي عمرها 4 شهور، بط في العمر الصغير ده، فراخ ساسو، اي حاجة عندك موجودة عندك من الطيور الموجودة في الفيديو ده، فالعلفة دي فيها فوائد رهيبة جدا يا حبايب قلبي. ما ننساش تحط لايك علشان الفيديو ينتشر وغيرك يستفادوا من الفيديو ده بإذن الله. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله، خرجت بقى الطيور بتاعتي كده على السطح، لان الشمس زي ما قلت لكم فيها فوائد كتيره جدا للبط بتاعنا. لو البط بتاعنا بيعاني من اي مشكله، جميع الطيور اللي عندنا بيعانوا من اي مشكله، فافضل حاجه اللي احنا نخرجهم للشمس. وكمان لو الفراخ البلدي بتاعتنا قطع بيض او لسه ما بيضتش، فافضل مكان اللي هو يعني علشان تبيض اللي احنا ما نحبسهاش، نسيب الفراخ البلدي كده بتاعتنا على السطح تنتشر كده في المكان او في المكان اللي احنا مربيين فيه. بس اهم حاجة للفراخ ان هو يكون مكان مفتوح متعرض للشمس، لان بسم الله ما شاء الله لو عملت الحاجات دي للفراخ البلدي الدنيا هتمطر عليك بيض. يعني لو حطيتها على السطح، في ناس كتيرة بتحبس الفراخ بتاعتها وتقعد تشك بقى منها اللي هي ما بتبطش، ما هي طول ما هي محبوسة ما هتبطش. اهم حاجة اللي احنا ايه ندي للفراخ بتاعتنا كده الحرية. في البط بتاعي بسم الله ما شاء الله عمره 25 يوم، وفي بط عمره 55 يوم بسم الله ما شاء الله كده. والفراخ الساسو زي ما قلت لكم عمرها معايا 40 يوم. وزن الفراخ الساسو بسم الله ما شاء الله عمره 40 يوم. الفراخ كيلو ونص وكيلو وربع بسم الله ما شاء الله. الاوزان رهيبة جدا على العمر بتاعهم بسم الله ما شاء الله. ده من العلفات اللي انا بقدمها للفراخ بتاعتي بسم الله ما شاء الله. البط الكبير برضو الوزن بتاعه كويس جدا فوق الممتاز يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين كده وزي ما باين في الفيديو. البطه المسكوفي اللي بتشرب دي يا حبايب قلبي طبعا زي ما قلت لكم هي بدات تبشر بيض، وباضت يا حبايب قلبي كده ايه 17 بيضه. النهارده باضت 17، النهارده باضت البيضه ال17. في خرجتها كده للذكر زي ما شفتوا في الفيديو. بعد كده هدخلها برضو تاني تنام على البيض، بس هشوفها بقى هتبيض تاني ولا هتبدا بقى تنام. بسم الله ما شاء الله يعني اول مره تبيض معايا 17 بيضه، او بسم الله ما شاء الله كانت اول مره بيضت 15، وتاني مره كانت بيضت 8 بيضات بس، ودي المره الثالثه بيضت معايا 17 بيضه. لسه بقى هشوفها هتكمل بيض ولا هتنام ولا هتعمل ايه، لسه هشوفها وبقى اقول لكم في روتين لوحده. بس العلفة اللي احنا عملناها للبط النهاردة وللطيور بتاعتنا ليها فوائد رهيبة جدا يا حبايب قلبي، وفيها بسم الله ما شاء الله كميات عالية جدا من الفيتامينات والبروتينات المفيدة جدا للبط بتاعنا وللطيور بتاعتنا. كمان بتحمي جسم البط من انه يدخله اي فيروسات او اي ميكروب او يجيله اي مرض. وكمان يا حبايب قلبي رهيبة جدا في زيادة الوزن وكمان زيادة انتاج البيض. فيها فوائد كتيرة جدا، وكمان بتوفر معانا من العلف وبتوفر مجهود وبتوفر وقت. وبسم الله ما شاء الله البط بيوصل معانا الاوزان 7 كيلو ونص في خلال 4 شهور بس. الفراخ بتاعتنا الفراخ البلدي هتبدأ تبشر معاك من عمر 4 شهور. لو عندك فراخ قطع فالعلفة اللي احنا قلناها دي برضو ليها فوائد رهيبة جدا في زيادة انتاج البيض، والفراخ بتاعتك هتبدأ تمطر عليك بيض من كتر العلفة، من كتر فوائد العلفة اللي احنا بنقدم لها الحاجات دي. بسم الله ما شاء الله انا كنت بستخدم العلفة دي بستخدمها على طول، كنت بستخدمها لدورة البط اللي فاتت، وبسم الله ما شاء الله كانت بتوصل معايا البط لاوزان عملاقة جدا. انا ما بطلعش اقول لكم كلمة غير وانا واثقة فيها 100%، واثقة ان هي هتفكم وهتفيد الطيور بتاعكم، علشان كده بطلع اقولها لكم. ما بطلعش اقول لكم اي كلام، ما بطلعش اجيب لكم اي علفات ولا اي خلطات. الحاجة اللي انا واثقة منها مجربها على الطيور بتاعتي قبل كده ولقيت النتائج بتاعتها رهيبة جدا رهيبة جدا. بتوفر معايا وقت وبتوفر مجهود، بتوفر معايا الفلوس اللي انا بشتري بها من العلف، فبطلع افيد متابعيني الغاليين. لكن اي حاجة بقى مش واثقة فيها، اي حاجة لسه بجربها الاول، وبعد كده لو شفت النتائج بتاعتها فبطلع اقول لكم. فانا كل كلمة بتخرج من بقي فببقى واثقة فيها 100%، وعارفة انا بقول ايه كويس جدا يا حبايب قلبي. طلعت كده من بدري عرفت الطيور بتاعتي وخرجتهم على السطح علشان الفراخ كده والبط يستمتعوا كده بالشمس، لان الشمس مفيدة جدا للطيور بتاعتنا. وكمان بتكمل لو البط بتاعنا الكالسيوم ناقص فيه فهي بتكمل الكالسيوم، وكمان مفيدة جدا للبط بتاعنا بتديله نشاط كده وحيوية، وقاعد يلعب كده معانا على السطح. بسم الله ما شاء الله السطح بتاعي كبير جدا بسم الله ما شاء الله. فالفراخ بتاعتي او الطيور بتاعتي تتلاقيهم كده ايه
منتشرين كده على السطح كده، فرحانين جدا بالاجواء. يا رب يا حبايب قلبي الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك علشان الفيديو ده ينتشر ويوصل لناس كتيرة جدا ويستفادوا من الفيديو ده. الروتين اللي احنا عملناه النهاردة سهل وبسيط جدا، وفي كمان كميات من المعلومات رهيبة جدا اللي هتفيدكم بإذن الله في تربية الطيور بتاعكم. الحاجات اللي انا قلتها دي او العارفة اللي احنا عملناها النهاردة دي فيها فوائد رهيبة جدا يا حبايب قلبي، للبط وللفراخ الساس وللفراخ البلدي، للبط الكبير او الصغير. فيها فوائد رهيبة جدا، فيها كميات عالية جدا من الفيتامينات والبروتينات والاملاح المعدنية والالياف. وكمان الوجبة دي او العارفة اللي احنا عاملينها دي تعتبر وعلفة متكاملة العناصر، لان فيها فوائد رهيبة جدا. مع السلامة يا حبايب قلبي، واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.